الوطني بقى ليه نهار. بما انه التيم ديالنا كاملين شدوا الباك، في هذا الفيديو غادي نعطيكم نصائح اللي نتمناوكم تسمعوهم قبل ما يدوزوا الوطني. توريا شي نصيحه الدراري اللي غادي يدوزوا الوطني؟ هادشي اللي غادي نقول لكم هذا كليشي سمعتوه بزاف، كاع لي فامي ديالكم كيقولوا لكم، صحابكم وكاع اللي ديجا دوز الباك، مي بصح راه كيبقى غير امتحان. درتوا اللي عليكم، الباقي على الله. بلا ما يكذبوا عليكم راه زبيب ما كنفع والو، وانا بعدا ما نفعنيش. وديديكاس لادم وايه وريان وموسى، الله يوفقكم. نصيحه اللي نقدر نعطي للناس ديال الباك انهم يحاولوا يرتبوا افكارهم، يعني ما يكتبوش نيشان في الورقه ديال ليكزامان، يعني يحاولوا يستعملوا الوسخ هو الاول، والله يوفقهم ان شاء الله. الوغ بون كوراج ليكم، جيسبر دوزو مزيان. اهم حاجه انه تبداو بالاسئله اللي ساهلين وديما تردوا البال مع الوقت. النصيحه ديالي للوليدات ديال الباك، النهار الاخر ما يحاولوش يراجعوا فيه بزاف، يعطيو الراحه لراسهم، يمشيو يديروا شي اكتيفيتي، يخرجوا يدوروا باش هكا الدماغ ديالهم كيرتاح ويقدروا يركزوا نهار الامتحان. الوغ اول حاجه اللي نقدر نقولها، حاولوا انكم تفطروا نهار الامتحان مزيان بشي حاجه اللي فيها لينيرجي. ثاني حاجه، فاش تحط لكم الورقه نهار الامتحان قراوها مزيان، قراو الاسئله مزيان وسبقوا بالاسئله اللي نتوما عارفين الجواب ديالها. النصيحه اللي نقدر نعطيهم هي ما يتخلعوش، يتنفسوا مزيان قبل ما يبداو ويقراو سوره الانشراح وما يكون غير الخير ان شاء الله. الحاجه اللي تردوا لها البال مزيان وهي الوقت، يعني حاول تفيق بكري، تمشي قبل الوقت بساعه ولا ساعتين، وركز على الوقت ديالك في الامتحان. بالنسبه لكاع الوليدات اللي كيقراو في الباك، كنتمناكم انكم ان شاء الله تجيبوا كاع النقاط اللي كتبغيو وتفرحونا معكم.